محمد الخامس الذي يعد معلمة وطنية وذاكرة رياضية تاريخية هامة يصعب التفريط فيها، خاصة وقد تم تصنيف هذا المركب ضمن أفضل 100 ملعب على الصعيد العالمي، وبالتالي فسيعرف عملية إصلاح وتجديد ستساهم لا شك في ضمان تنظيم وتأمين جيد للمباراة داخل الملعب من خلال العمليات التالية. إذن هناك هذه العمليات اللي قلت وهذه النظرة الشمولية، ولكن هناك أيضا بعض الإجراءات اللي في بعض الملاعب خصنا نقوموا بها. اولا صيانه غادي هذا المركب غادي يعرف صيانه مختلف مرافق واجهزه الملعب، ترقيم الابواب والكراسي لتسهيل انسيابيه الدخول والخروج من الملعب، اقتناء اجهزه الكترونيه لمراقبه واحتواء اي انفلات قد يؤدي لاعمال الشغب، كاميرات المراقبه، اجهزه الاتصال، تزويد الملعب ببوابات الكترونيه لضبط استعمال تذاكر الدخول المركبات. ولكن كما قلت قبيله فهذا اضافه الى الجوانب الامنيه اللي خصنا نقويوها ونعطيوها الامكانيات اكثر، لا بد من مقاربه شموليه